متابعي قناة أبجد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تقدم لكم قناة أبجد اليوم درس جديد بعنوان على بساط الريح، وهو عنوان لقصيدة شعرية للشاعر فوزي المعلوف. إذن كالعادة سنجيبكم عن أسئلة القراءة التوجيهية لفهم هذا النص. السؤال الأول يقول: إلى ما يدعو الشاعر الطيور في المقطع الأول؟ إذا الإجابة يدعوها إلى الطيران به في السماء. إذا قلنا يدعوها إلى الطيران في السماء مثل ما قال: جريا على جلدي. الجلد في النص هو السماء. عن أي حلم يتحدث الشاعر؟ حلم الشاعر هو الطيران مثل الطيور. السؤال الثالث: كيف صار الحلم واقعا؟ صار بعد أن طار في السماء. إلى من يعود الفضل في ذلك؟ يعود إلى اختراع الطائرة. السؤال الرابع: بما وصف الشاعر الطائرة؟ وصفها بالطير، وكذلك قال عنها وكأنها جنيا بداخلها. خامسا: بما يخاطبها في البيتين الأخيرين؟ يدعوها في البيتين الأخيرين إلى أن تحلقه وتشهد الطيور على ما تقوم به. إذن كانت هذه إجابة عن أسئلة فهم النص. نعود إلى القراءة المنهجية. السؤال الأول: ملاحظة مؤشرات النص. نبدأ بصاحب النص: وفوزي المعلوف، شاعر لبناني، ولد عام 1899 بقرية زحلة بريف لبنان. توفي شابا إثر عملية جراحية خطيرة عام 1930 في مدينة ريو دي جانيرو عاصمة البرازيل. مصدر النص: أخذ النص من ديوان على بساط الريح، وهو نفس عنوان القصيدة. مجاله النص ينتمي إلى المجال الحضاري. إذن عندما نجد نصوص تتحدث عن بعض الاختراعات كالطائرة أو التلفاز أو الكهرباء أو الانترنت، نصنفها، يجب أن تصنفوها ضمن المجال الحضاري إذا ما أعطي لكم هذا الأمر في امتحان أو في فرض من الفروض. إذا جميع الاختراعات صنفوها ضمن المجال الحضاري لأنها من صنع الإنسان. العنوان تركيبيا شبه جملة تتكون من مركب إضافي مسبوق بحرف جر. أما دلاليا فالعنوان يربط بين البساط والريح، مما يوحي بالغرابة، لأن البساط له علاقة بالأرض وليس بالريح، لكن إضافته إلى هذه الأخيرة أضفى عليه معنى الطيران ومفهوم الطيران. نوعية النص عبارة عن قصيدة شعرية عمودية ذات بعد حضاري، والقصيدة تضم 16 بيت شعري. روي القصيدة، وهو الحرف الذي يتكرر في آخرها، هو حرف الدال في البيتين الأول والثاني، وحرف اللام المشبع بالألف، يعني أضيفت له الألف في الأبيات الأخرى في باقي الأبيات. بداية النص ونهايته: بداية النص أو بداية القصيدة تتصادف مع العنوان، تتقاطع معه في نقطتين: تكرار لفظة الريح، وكذا اشتمالها على ألفاظ تدل على الارتفاع والطيران مثل طيور السماء، الريح، الجلد. نهاية القصيدة تنسجم أيضا مع العنوان وبداية النص لتكرار ورود نفس الألفاظ الدالة على الارتفاع والطيران، طيور، النجوم. تقيل الآن إلى بناء الفرضية. بناء على المؤشرات السابقة نفترض أن موضوع القصيدة يتناول حلم الشاعر بالتحليق في السماء والطيران. إذن بعد قراءة النص نصادف هذه الكلمات تحتاج إلى شرح. الكلمة الأولى: جلد، ويقصد بها السماء، مجنح أي له أجنحة، الهيولي المادة التي منها أصل الأشياء. أما الأثير فهو الجو، خبب، وهو عدو أي جري الفرس، وهو يراوح بين قائمته. الأصيل وقت ما بين العصر والمغرب. بردة هي رداء أو كساء صوفي، ويسمى عندنا بالسلام. كر أي هجوم، أما الفر فهو التراجع والعودة.
مضمون القصيدة: حدث اختراع الطائرة يحقق حلم الشاعر بالطيران. قراءة تحليلية. ننطلق أولا من دراسة المعجم. عندنا هناك عدة معاجم: الجمال والعظمة والسرعة. الجمال وتدل عليه من العبارات قوله: ترتدي من دخانها بردة الليل، تلقي عن منكبيها الأصيلة، عقدت حول رأسها إكليلة. العظمة: يحيران العقول، مدت إلى النجوم جناحيها. أما السرعة: حلم مجنح يطوي الأجيال، قاطعا في الأثير ميلا فميلا، خببا تارة على صهوات الريح راحت، كأن الجن في صدرها شقت إلى السماء سبيلا. مضامين النص. إذن عندنا 3 مقاطع في هذه القصيدة. من البيت الأول إلى البيت الثاني: حلم الشاعر بالطيران جعله يستنجد بطيور السماء. أما من البيت الثالث إلى الثامن: تحقق حلم الشاعر بالطيران بعد اختراع الطائرة. أما من البيت التاسع إلى السادس عشر: وصف الشاعر الطائرة من حيث سرعتها وعظمتها وجمالها. الخصائص الفنية والأسلوبية. نجد النداء مثل قوله: يا طيورة. أما الأمر: روحي، طيري، صاعد، حلقي، اشهدي، اسمعي. الجناس. والجناس في تعريفه هو تشابه الكلمات في الحروف واختلافها في المعنى، ومنه الجناس التام: روحي، روحي. الروح الأولى بمعنى إذهبي، وروحي الثانية بمعنى الروح. جناس اشتقاقي مثل طير، طيارة، مجنح، جناحين. ترادف بمعنى الكلمة ومعناها: جسم، جسد، تارة، طورا، خرافة أي وخيال. تشبيه: شبه طائرة بالحلم المجنح، شبه بالطير من الجماد، كأن الجن في صدرها تحت خيولة أو تحث خيولة عفوا. الاستعارة: تضرب الريح بنعليها، غرقت في الأصيل، ترتدي من دخانها بردة الليل، تلقي على منكبيها الأصيلة. أما التكرار فنجد كلمات مثل جيلا فجيلا، ميلا فميلا، قليلا فقليلا، حين حين، حلقي وحلق. التضاد ويسمى الطباق أيضا في الشعر: خبب وإيد، صعد، نزول، خيال، حقيقة، غرقت، تعلو، كرفر. إيقاع القصيدة: يتكرر حرف اللام في نهاية كل بيت شعري، وهو الذي يعطي موسيقية وجمالا للقصيدة، كما تتردد أحرف أخرى مثل الراء والحاء والسين والميم، فضلا عن تكرار بعض الكلمات، مما يضفي على القراءة إيقاعا موسيقيا تستمتع به أذن المتلقي. قيم النص: تتضمن القصيدة قيمة حضارية وأخرى فنية. فالحضارية تتمثل في اختراع الطائرة وما شكله ذلك من إضافة نوعية ونقلة نوعية في الحضارة إلى الحضارة الإنسانية. أما الفنية تتجسد فيما تضمنته القصيدة من صور فنية بلاغية وعروضية متنوعة، وكذلك في قدرة الشاعر على نسج هذه القصيدة في وصف هذا الاختراع الحديث وهو الطائر. التركيب والتلخيص: يمكن القول بأن الشاعر فوزي معلوف ظل يراود حلم الطيران، ويتمنى أن يحلق كما تفعل الطيور في السماء. قد كتب لحلمه أن يتحقق بعد أن تم اختراع الطائرة. هذا الحدث العظيم الذي أدهشه وانبهر به، فمثله في صورة فنية وصفية وسردية جميلة تتغنى بالطائرة في شكلها وسرعتها وعظمتها، وتصور فرحته التي ملأت عليه الدنيا سعادة وطموح. إذا كان هذا هو درس اليوم. شكرا على انتباهكم وبالتوفيق للجميع، ولا تنسوا الاشتراك في قناتنا ودعمها بالتعليق وبالإعجاب بالدروس التي نقدمها، وإلى درس قادم إن شاء الله.